السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة ثم كتشاهدوا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة سمية كوكينغ. اليوم غادي نشارك معكم الكاليت ديال 10 دقائق بدون طابع، سهلين وبساطين. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. اول حاجة غادي نبداو بالقشرة ديال الليمونه محكوكة، هنا حكيتها قبل، وغادي نضيفوا عليها رشة ديال الملح كيف ما كتشوفوا، ضروري لتحسين الذوق. ومن بعد غادي نضيف البيض. صراحة مقادير ديالهم بساطين ومتوفرين يعني في اي دار، وكيوجدوا في اخر ساعة يعني بسرعة. هنايا غادي نضيف السكر ما عملتش كاس عامر، عملت كاس قل ربع، يعني كاس الا ربع هو هذاك. وهنايا ضفت الفانيلا وغادي نخلط مزيان حتى يذوب السكر، عاد غادي نضيف الزيت وباقي المكونات. كيف ما كتشوفوا من بعد ما نحصلوا على هذا القوام وكيذوب السكر، كنضيف الزيت، كاس ديال الزيت، وكنخلط الزيت مزيان. عاد هنايا كنضيف ربع كاس ديال الماء. هاد الماء كنضيفو من الكاليط، صراحه كتعطيهم واحد الهشاشه، كيجيو مزيونين بالماء، جربوهم وغادي تشوفوا. هنايا جوج مغارف كبارين ديال العسل، معروفين للكاليط كيكون فيهم العسل. المغروفه الاولى عملتها وهذه الثانيه كيف ما كتشوفوا. صافي ساهلين هادو، ما كيطلبوا لا تكون محترفه لا والو، عادي اي وحده يمكن لا تعدلهم. وهنايا كنضيف الدقيق، طبعا مغربل كتغربلوه، وصافي على حسب الخليط يعني كتجمع معكم، ما تكونش قاصحه، يعني ما تعملش العجينه اولا الخليط يكون قاصح باش ما كيجيوش مدقسين. صافي كتجمعوا، ما تعجنوش الكاليط، كتجمعوهم. وهنايا انا كنت نسيت الخميره في هذه المرحله، غادي نضيفها حتى الاخر. كيف ما تلاحظوا معايا في الفيديو غادي ننسى الخميره. حتى ساليت جمعت العجينه عاد كنشوف الخميره حدايا ما عدلتهاش. صافي هنايا عاد غادي نتفكرها. كيف ما كتشوفوا جمعت العجينه، تسكرت الخميره، ضفتها دابا 8 غرام، يعني مغروفه صغيره ديال الخميره د الحلويات. وصافي غادي نجمع الخليط كيف ما كتشوفوا، كيبقى كيتلصق في اليدين، ما كتكونش العجينه قاصحه وما كتعجنوهاش. هنايا غير كنجمع بالاصابع ديالي، ما كنعجنش. صافي هنا من بعد ما جمعت الخليط ديال يعني العجينه ديال الكاليط، غادي نبدا كنشكل فيها، ما غاديش نخليها ترتاح. هنا شعلت الفران على 180 درجه وخليته يسخن، ودزت باش نشكل الكاليط. صافي ساهلين كيف ما كتشوفوا، ما كيحتاجوش بزاف، يعني اي مبتدئ يمكن لا تعدلوا، ما كاين لا قطعه لا مرشم لا والو. صافي غادي نشكلهم بشكل دائري ويكونوا قد بعضياتهم. وصافي غادي نحطهم في الصينيه ديال الفران. اما عملوا ورق الزبده ولا دهنوها بالزبده ولا بالزيت باش ما كتلصق لكمش، اولا الا كانت عندكم صينيه الفران ممتازه ما كتلصقش عملوها ديريكت. غادي نستعمر حتى نكمل العجينه كامله، وعاد غادي ندوز باش ندهنهم باصفر البيض والقهوه سريعه الذوبان باش كيحيد هذيك الزفوريه ديال البيض. كيف ما كتشوفوا هنا من بعد ما ساليت، هنا خلطت بيضه كامله مع قهوه سريعه الذوبان، خلطته مزيان. وغادي ندهن الوجه ديال الكاليط بهذه الطريقه. صافي ساهلين، ما كاينش شي تعقيدات ولا شي صعوبه. وغادي نستمر تنكمل الكميه كامله، وغادي ندوز باش نعمل هذيك الزواقه اللي كتكون في الوجه ديال الكاليط، معروفه كيف ما كتشوفوها نتوما كتشوفوا. يمكن لكم تذوقوها كيف ما بغيتو، تشرطوها بحال الفقاص ولا تشرطوها هكذا مربعات، المهم كيبقى الذوق ديالكم نتوما. كيف ما كتشوفوا هاد الكاليط ما كيحتاجوا لا قطعات لا مراشم لا والو، غير بابسط الحاجات في الدار عندكم يمكن لكم تستخدموهم. انا بغيتش نطول عليكم بزاف في الفيديو، حاولت ما امكن نعمل لكم فيديو قصير باش ما يجيكمش الفيديو طويل. صافي غادي نستمر تنكمل كلشي وغادي ندخل الفران ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي.
هذا هو الشكل النهائي ديال الكاليط. نتوما كتشوفوا ما قدمتهمش معكم شي طريقه لي بريستيج، غير حطيتهم هنا في الطبسيل باش يبردوا. هنا في نفس النهار اللي كنت خدمت معكم الغريبيه ديال كوكو والسميده، كنت خدمت فيها حتى الكاليط وحلويات اخرين. كنت مزروبه، كان عندي الشغل وما قدمتهمش معكم شي طريقه اللي هي بريستيج. باقي ان شاء الله نشارك معكم حلويات اخرى، غير وريتكم الشكل النهائي ديالهم باش تاكدوا وتشوفوا انهم كيجيو رائعين بزاف. وحتى في الطياب كيطيبوا دغيا، يعني يمكن لكم توجدوهم في اخر ساعه ديال الميريندا ولا في الفطور، غير تنوضوا توجدوا هاد الكاليط عاد تفطروا، ساهلين بزاف. وهنايا كانوا باقيين سخانين، ما قدرتش انني نفتح معكم شي وحده، خصها تتبرد عاد نوريكم كيفاش جات من الداخل. المهم جربوهم، غادي يعجبوكم بزاف، اقتصاديين وسهلين. اي وحده يمكن لا توجدهم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما نكونش طولت عليكم بزاف. وما تنساوش اللايكات، تبارطاجيو الفيديو. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي خليو لي تعليق والاراء ديالكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه اذا كنتوا باقي ما اشتركتوش. وحتى الناس اللي دخلوا عندي جدادين كنقول لهم مرحبا بكم عندي في القناه، وكتفرحوني كل مره كتزادوا عندي الناس، كنفرح وكنزيد نتشجع انني ننزل فيديوهات اكثر. وخليتكم في امان الله وحفظه، ومع السلامه.